يا صباح الفل عليكم. خمنتوا بقى معايا الفيديو اللي فات في الريلز انا هعمل ايه؟ انا هعمل فسيخ ورنجة. تخيلوا، كان نفسي فيها من زمان بصراحة. يا ريت حد يوصل الفيديو ده لأم مكة. علشان كلمتها علشان تبعتلي فسيخ، بس انا طبعا من الصعيد فقالت لي صعب خالص الشحن للمحافظات. وصلوا لها بقى ان انا بجد نفسي اجرب الفسيخ بتاعها. طبعا اللي كان موجود بقى او متاح عندي جنبي كده في المنطقة كان فسيخ نبراوي بيجي بصراحة شحن للمحلات هنا. فجبت منه بقى وعملت الطحينة. بصراحة نوع الطحينة دي ما عجبنيش خالص، مش عارفة ليه. انا بعد ما عملتها لقيتها خفيفة خالص فسبتها على جنب علشان اظبطها. تعالوا بقى معايا وشوفوا طريقتي في خلي الفسيخ والرنجة. انا في شغل الاونلاين كنت بعمل سندوتشات رنجة وفسيخ، عملت مشاكل كتير في البلد عندي. انا قلت ان انا اول واحده تعمل سندوتشات رنجة وفسيخ كبوست عادي للهزار على الفيسبوك، لان انا عارفه ان السندوتشات بتتعمل في القاهره عادي، يعني مش اختراعي ولا افتكاسي ولا اي حاجه. الناس بقى زعلت هنا في البلد عندي وقالوا دي بنت امبارح طالعه وتقول مش عارفه ايه وإيه. فالموضوع عمل مشاكل وزعلهم بصراحه، وانا ما كانش قصدي يعني ان انا اعمل اي فتنه في البلد علشان سندوتشات رنجة وفسيخ. دي بقى طريقتي لخلي الرنجة زي ما انتوا شايفين كده، ودي طريقتي لتنظيف الفسيخ. انا كنت جايبة نص كيلو فسيخ نبراوي. بنضف كده الفسيخة من بره، كانوا سمكتين صغيرين في الحجم مش كبار. انا بحب اجيب السمكية صغيرة علشان طعمها بيبقى احلى بصراحة من الكبيرة. وبرضه في نفس الوقت بتبقى مليانة لحم، يعني ما تقوليش لا انا هجيب الصغيرة دي ما فيهاش لحم من جوه وكده، لا هيبقى فيها، هتشوفي معايا دلوقتي. نضفتها من بره وفتحت قلبها، وبصوا كل التنظيف بالمعلقة، مفيش اي حاجة صعبة خالص. تعملي كده بالمعلقة وتشيلي اي حاجة سودا شايفين شكلها من جوه وردي وتفتح النفس. عايزة اقول لكم وانا بخليها بعد ما غسلتها، هتشوفوا معايا في الفيديو انا قاعدة اكل فيها. وندمت فعلا ان انا حطيتها على النار بعد ما خليتها. كان بصراحة طعمها قبل النار احلى بكتير من بعد النار. والفيديو ده موجه لمدام رحاب اللي انا كلمتها الصبح. انا بشكرك جدا طبعا ان انت بعتيلي الفسيخ. عايزه اقولك انا كلمتك الصبح عماله اقول لها ايه زهقتها يا جماعه معايا. بقول لها عايزه نص فسيخ مخلي، قالت لي لا مفيش مخلي يا كسلانه. قلت لها انا كسلانه فعلا بصراحه. انا مكسله انزل اجيب اصلا. بعد شويه قلت لها ايه بعد ما طلبت الفسيخ، طيب عندكم عيش؟ راحت قالت لي لا يا كسلانه جدا. انا بوجهلك بقى الفيديو ده عشان تشوفي الكسل بجد، الكسل على حق يعني. انا زي ما قلتلك في الفويس انا بكسل انزل الشارع، لكن مش بكسل في بيتي خالص، انا ما بقعدش اصلا. مفيش واحدة ست عندها اطفال في بيتها بتقعد بصراحة، ربنا يعيننا جميعا. وانا بشكرك طبعا على الفسيخ الجامد جامد جامد، وطبعا مش اول تعامل ولا اول مرة اجيب منك. عايزه اقول لكم الفسيخ ده جايباه من محل افندينا هنا، يعني مشهور في بلدنا، يعني اشهر من نار على العالم، مش هقول لكم فين. ايام الشغل برضو كنت على طول بجيب منهم، يعني كنت بجيب كميات منهم فسيخ ورنجة برضو. بصوا بقى انا جبت صاجة الفرن بتاع الفرن الكهرباء عندي وغلفتها وغلفت الصاجة عندي بالفويل كده. لما تغلفي الصاجة بالفويل مش علشان في فسيخ، شايفين بقى وانا بخليها بظهر المعلقة كده، شايفين بخلي الفسيخ ازاي؟ طريقة سهلة وابسط طريقة في العالم لخلي الفسيخ، بظهر المعلقة كده وتزقي في اللحم كده ويطلع من الجلد عادي بمنتهى البساطة. بتجيب انتي الصاجة بتاع فرنك تغلفيها بالفويل، مش علشان انا حاطة فيها فسيخ مش علشان انا حاطة فيها فسيخ ورنجة انا غلفتها، لا انتي تغلفيها علشان تحافظي عليها من الحرقاء، من يعني ان هي ما تتحرقش، تحافظي عليها ما فيش ينزل عليها حاجة وتتحرق ويبقى صعب تنظيفها. فانتي كده بتحافظي عليها. بس عملت بقى ظبطت الطحين عندي بصراحة، بس نوعها ما عجبنيش خالص بصراحة. وجهزت بقى البصل الاخضر والفلفل والليمون، تحبيشة تحبيشة يا جماعة. الاكلة كانت جامدة. وهوريكم بقى الفسيخ والرنجة انا بحطهم في الرف الاوسط في الفرن، وبشغل الفرن من فوق ومن تحت
ولما بقى ياخدوا اللون كده الذهبي بطفي فيهم فحمية. دي طريقتي البسيطة جدا اللي انا كنت بعملها ايام شغلي، عادي ما فيهاش اي افتكاسة خالص. الفرن هنا اهو، وزي ما انتوا شايفين الصاجة حطاها في النص. وعايزة اقول لكم اختراع للفرن الكهرباء. بصوا السطح بتاع الفرن لو نضيف عندك وانتي غسلاه ومنضفاه، حطي بقى عليه العيش وسخني عليه العيش كده والحاجة بتستوي جوه الفرن. عايزة اقولك فكرة ب1,000,000 جنيه، ما اعتقدش ان في اي حد بيعملها خالص. لو انتي بتعمليها بقى اكتبيلي في الكومنتات. وده بقى شكل الفسيخ والرنجة بعد ما استووا كده. شايفين الفسيخاية دابت يا جماعة، وندمت ان انا حطيتها في الفرن بصراحة. بطلعها بالشكل ده وباخد من الصوص كده وبحط عليها. عايزه اقول لكم ان انا عايزه اطلع الفسيخ، لقيتها بصوا سايحه خالص على الفويل، فقلت خلاص انا هقطعها بقى بورقه الفويل كده. هي ما كانتش لازقه، بس من كتر ما هي مزبده ولحمها طري جدا دابت معايا من سخونة الفرن. بقول لكم ندمت ان انا حطيتها في الفرن بصراحه. كان المفروض اعملها بطريقه ام مكه، الطعم له تكه. ان انا اخد الفسيخية بعد ما اخليها اروح غسلاها وحط عليها الزيت والليمون وبس تتاكل كده. يلا اشوفكم على خير. وبعدها طبعا حبست بالقهوة وشغلت البخور عشان الريحة. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامة.